اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الملك سمرخت، سابع ملوك الاسره الاولى. بعض الناس قالوا ان هو تامن ملوك الاسره الاولى، معتقدين ان مريت نت حكمت مصر، وانها اول سيده تحكم مصر، وموجود كلام كده زي ده على النت. اولا، الجدول اللي اورده مانيتون المؤرخ المصري ما اتكلمش عنها خالص كحاكم للبلاد، اسمها مش موجود فيه. ثانيا، موجود على بعض المواقع انها تبقى يعني لما حكمت كانت وصية على العرش على الملك دن، وانها تبقى امه. احنا عندنا هنا في كتاب مصر الفرعونية للأستاذ أحمد فخري جايب ان هي كانت زوجة الملك دن، يعني كانت مرات الملك دن، واتكلمنا عنه قبل كده في حلقة الملك دن، هتلاقي ده موجود فيها يعني. كمان الأستاذ سليم حسن صاحب موسوعة مصر القديمة قال برضو إنها كانت زوجة الملك دن. فإحنا لينا الكلام الموجود في الكتب، فهي ما فيش أي كلام عنها في أي كتاب إنها حكمت، ولا جدول مانيتون المؤرخ المصري بيقول إنها حكمت. أسماء ملوك الأسرة الأولى اسمها مش موجود فيه، فاحنا مش هنعتمدها ضمن الحكام اللي حكموا مصر خالص. نبدأ الكلام عن حلقتنا النهاردة. يرى بعض الباحثين ان الملك سمرخت ربما كان مغتصبا للعرش، وان رجاله ازالوا بأمر منه اسماء سلفه، يعني الحاكم اللي كان موجود قبله عاج عرفوا دوت من خلال الأواني اللي عثروا عليها في أبيدوس من الألبلاستر ومن الكريستال، ورجحوا ان خلفه الملك اللي هيجي بعده اللي هو قاعة هيعمل معاه نفس الشيء ويزيل اسمه برضو زي ما هو عمل مع الملك اللي كان موجود قبله. لم تذكر قوائم الملوك لأمر غير معروف اسم سمرخت، ولكن ذكرته باسم آخر عبرت عنه نصوص بصورة كاهن يمسك منسأة، والمنسأة عصا غليظة، عصا تخينة شوية، يمسك منسأة مرة ويمسك صولجانا مرة أخرى. وذكرته إحدى هذه القوائم باسم سيمسو. وإذا صح أن صورة الكاهن كانت مقصودة لذاتها، فإنها إنما تشير إلى أن اسم سمرخت كان غريبا على الأسرة المالكة، وإن كان من المحتمل أن الملوك الثلاثة عاج وسمرخت وقاعة، عاج ده اللي كان موجود قبل سمرخت، وقاعة اللي جه بعده، إنما كانوا إخوة من أمهات مختلفات، خاصة وأن بعض آثارهم جمعت إلى أسمائهم اسم سلفهم اللي جه قبلهم دن، الملك دن أو الملك أوديمو، رغبة منهم في تأكيد الرابطة بينهم وبينه، أو هم على الأقل إنما كانوا ينتمون إلى فروع مختلفة من الأسرة الحاكمة. ادعى كل فرع منها أحقيته في العرش دون الفروع الأخرى، ويبدو أن كان في صراع بين الأسرة أو أفراد الأسرة الحاكمة في الوقت ده، واللي أدى إلى انتهاء حكم الأسرة، باعتبار أن ده ترجيح الباحثين يعني، لأن الملك قاعة اللي هيجي بعد سمرخت هو آخر ملوك الأسرة الأولى. ذكر مانيتون المؤرخ المصري، وإحنا اتكلمنا عنه قبل كده، أنه خلال حكم هذا الملك كانت توجد نذر شؤم عديدة وكارثة عظيمة، وربما أراد مؤرخنا الوطني أن يشير إلى هذا الانقسام وتلك الفرقة التي حدثت على أيام هذا الملك بين أفراد الأسرة المالكة. نسب إليه بعض الأثريين نقش وجد على لوحة صخرية كبيرة في وادي مغارة بسيناء، وسموه الضارب لانتصاره على البدو، وقالوا إنها كانت حملة عسكرية لتأديب البدو. لكن ثبت منذ عام 1954 أن النقش خاص بالملك سخم خت من ملوك الأسرة الثالثة، وقد كشف عن هرمه الناقص في سقارة عام 1954. وعلى أي حال فلم يعثر حتى الآن على أي أثر للملك سمرخت في سقارة، وإن كانت مقبرته في أبيدوس تفوق كثيرا مقبرة سلفه عاج وقد وجدت في المقبرة لوحة كبيرة من حجر الكوارتز الأسود
عليها اسم الملك يعلوه لقب الصقر. كما يظهر على بطاقات عاجية من نفس المقبرة اسم المدعو حنوكة، وكان موظفا كبيرا خلال حكم عاج إب وقاعة. من الآثار اللي تركها الملك سمرخت إناء من المرمر موجود الآن في المتحف الأثري الوطني في فرنسا زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، وبطاقة من العاج معروضة في المتحف البريطاني. واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن البطاقات العاجية وظهورها، وانها كانت بتسجل الأحداث التاريخية والدينية. جرة من الطين منقوش عليها صرخ، وقلنا الصرخ يعني واجهة القصر لسمرخت، وموجودة في متحف اللوفر. جرة تانية من إناء من الرخام الأبيض تحمل برضو صورة الصرخ لسمرخت. الأثر اللي قدامنا دوت من ضمن الآثار اللي لقيوها في مقبرة أبيدوس، عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الكوارتز الأسود عليها اسم الملك يعلوه لقب الصقر. من الآثار اللي تركها برضو الملك سمرخت الخرطوشة اللي قدامنا ديت، واحنا شرحنا في الحلقات اللي فاتت يعني ايه خرطوشة. الخرطوشة دي من قائمة أبيدوس للملوك، وواضح طبعا عليها صورة الكاهن اللي احنا اتكلمنا عنه خلال الحلقة. ده كل المتاح عن الملك سمرخت. وعايزين نقف شوية، إن صحت النظرية فعلا إن كان في صراع على العرش، ويبدو إنها صحيحة فعلا. هو يعني في اختلاف بين الباحثين، بعض الباحثين بيقبل النظرية دي والبعض الآخر بيرفضها بسبب وجود آثار مكتوب عليها اسمه. لكن يبدو إن النظرية كانت صحيحة، لأن الملك اللي هيجي بعده هو آخر ملوك الأسرة الأولى، وإحنا ما عندناش معلومات كافية عن أسباب انهيار حكم الأسرة الأولى. لكن يبدو فعلا إن كان في صراع على العرش، بدليل إن اسم الملك سمرخت لم يذكر بشكل صريح في قوائم الملوك، وإنما ذكر بالطريقة اللي احنا حكينا عنها في الحلقة. ربما ذكر بأسماء تانية، لكن احنا كنا نعرف برضو، أو احنا اتكلمنا عن ده في قوائم الملوك، إن أسماء الملوك اللي بتمحى من قوائم الملوك بيبقوا مغتصبين للعرش. دي كانت من ضمن أسباب إزالة بعض الأسامي. احنا قلنا إن كان في أسباب تانية، زي إنه يكون خارج على دين الدولة أو يكون معتدي من الغزاة، لكن كان السبب الأساس هو إنه يكون مغتصب للعرش. وهنلاحظ هنا إن الصراعات على الحكم دائما وأبدا في أي مكان وفي أي زمان بتقضي على المتصارعين. يعني الأسرة الأولى لما ظهر فيها الصراع ده كان سبب انهيارها تقريبا وانتهاء حكمها. يعني دي العبرة اللي احنا ممكن ناخدها من حلقة النهاردة، وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، وأترككم في أمان الله.